السلام عليكم حبايبنا متابعين مصر زمان. هنتعرف على شخصية من مطربين زمان، سعاد زكي. مطربة ناس كتير ما سمعتش عنها قبل كده. سعاد زكي كانت التانية بعد أم كلثوم في الإذاعة المصرية. صوتها كان جميل جدا وبيذيعوها في راديو مصر، لكن سعاد زكي سابت النجومية والشهرة واتبطرت على عيشتها وهجرت وعاشت حياة صعبة في إسرائيل. كان صيتها وشهرتها مسمعة جدا في مصر وليها جمهورها. مثلت وغنت في السينما المصرية في فترة الثلاثينات والأربعينات. كانت مطربة مطلوبة في جميع أرجاء الشرق الأوسط. ولدت سعاد زكي في القاهرة سنة 1915 بالسنبلاوين، بلد المطربة أم كلثوم. عائلة سعاد كانوا أسرة برجوازية يهودية عايشين في القاهرة. والدها كان شغال قاضي تحقيق في منطقة دلتا النيل. سعاد أكبر إخواتها، هي البكر على 7 أولاد، وتعلمت في مدرسة إنجليزية. بتحب الغنى من صغرها، بس والدها ما كانش بيحب كده، بيعتبر إن الغنى عار ومساس بشرف العيلة. كان محافظ ومتمسك بعاداتهم وتقاليدهم، وحاول كتير إنه يمنعها لكن فشل وأخد موقف منها. سعاد كان عندها خال ربنا مرزقوش بأولاد، أخد سعاد وتبناها ونزل بيها القاهرة. خالها كان غني جدا وصاحب عقارات، معاه ثروة كبيرة، وتكفل خالها بالصرف عليها وخلاها تتعلم في القاهرة، ودرست على ايد كبار الموسيقيين زي داود حسني، وهو يهودي قرائي. عملنا عليه فيديو قبل كده في القناة، وكمان محمد القصبجي وزكريا أحمد ورياض السنباطي. ولما اتعملت الإذاعة المصرية سنة 1934، مدير الإذاعة مدحت عاصم كان عايز يسمع الجمهور أصوات جديدة غير المطربين اللي كانوا معروفين في الفترة دي زي أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب ومحمد عبد المطلب وفتحية أحمد وغيرهم. ومن هنا سمعت سعاد إن الإذاعة طالبين أصوات جديدة، وطيران على طول على الإذاعة عشان تقابل المدير وتسمع صوتها. وفضل المدير يسمع الأصوات الجديدة اللي كانت في الوقت ده، وعرف المستمعين عليهم، وكان منهم فريد الأطرش وليلى مراد وإبراهيم حمودة وسعاد زكي. نجحت في اختبار الغنى، والمدير أعجب بصوتها، وكتبت عنها الصحافة المصرية في الجرايد والمجلات، وتوقعوا لها مستقبل باهر في الغنى. وبالفعل بعد وقت قصير من شهرتها بدأ الملحنين الكبار في مصر يلحنوا لها أغاني، وبقيت تقدم أغانيها في كل مكان في الشرق الأوسط. وغنت في حفلة افتتاح جامعة القاهرة، واشتهرت أكتر ودخلت السينما وعملت أفلام بحبح في بغداد سنة 1942، وعلى مسرح الحياة سنة 1942، سلامة سنة 1944، وكان بطولة أم كلثوم. التضحية الكبرى في سنة 1947. وكان مستقبل سعاد زكي في مصر ناجح، وصيتها مسمع كل البلاد، لكن حياتها تحولت وتغيرت. بعدين اتعرفت سعاد زكي على محمد العجاد، وهو مسلم وكان عازف قانون، واتجوزوا، بس عيلتها ما كانتش موافقة عليه عشان هو مسلم وهي يهودية. وفضل كل واحد منهم على ديانته زي ما هما، وخلفوا ولد اسمه موشي زكي، وكان على ديانة أمه يهودي. وفي سنة 1950 سافر العجاد نيويورك يدور على مصدر رزق يشتغل فيه، بس العجاد ما كانش مخلص لسعاد. بعت ليها ورقة الطلاق. سعاد خافت على ابنها، وفكرت ان طليقها هيبعت حد ياخده منها. بعدين فكرت في الهجرة لإسرائيل، ولأنها كانت مشهورة وعايزة تطلع من مصر قالت إنها مسافرة في رحلة إلى سويسرا، عشان في مصر ما كانوش هيدوها تأشيرة تسافر إسرائيل. وسافرت فعلا سويسرا، ومن هناك سافرت مع ابنها اللي عنده 5 سنين إيطاليا. بعدين سافرت إسرائيل، ووصلت إسرائيل وكان عندها 35 سنة. عاشت هي وابنها في معسكر تخدم المهاجرين في تل أبيب. بعدين راحت عاشت في مساكن عامة. بعد كده راحت حيفا، ودايما كانت تتفرج على التلفزيون المصري وتتابع أخبار مصر.
واشتغلت مطربة في الإذاعة الإسرائيلية بمرتب 33 ليرة في الشهر، يعني ما كانوش بيكفوا تعليم ابنها. تعليمه كان بيكلفها 53 ليرة في الشهر. بيدرس في مدرسة الفرير في حيفا، وأمه عايزة توفر له أي حاجة كانت هتبقى عنده لو كانوا لسه عايشين في مصر. وعشان تقدر تصرف على ابنها وتعلمه فتحت كافيتيريا في البنك الزراعي في تل أبيب، واشتغلت في البنك عاملة نظافة، وانتهى بيها الحال بتمسح الأرضيات والحمامات، وليها لبس معين للنظافة تلبسه. لكن لما كانت نجمة معروفة في مصر بتلبس على أحدث موضة وشياكة، وكانت أنيقة جدا، فنانة كان ليها وضعها، وعشان مفيش حد يتعرف عليها أخفت هوايتها الفنية وسمت نفسها مازال زكي. وبيقول موشي ابنها إن أمه ضحت بمكانة فنية عالمية في سبيل تعليمه. موشي تعلم وبقي دكتور نفساني. وفي الثمانينات اتوفت الزوجة المسيحية للعجاد اللي اتجوزها بعد طلاق سعاد، وسافرت له سعاد زكي، وده كان بواسطة وتحايل من ابنها موشي، لأنه كل سنة كان بيروح يزور والده في نيويورك. واتجوزوا هناك مرة أخيرة في سنة 1983 بعد 34 سنة من الطلاق. وتعرض العجاد لحادث سرقة، بعد كده سافر معاها إسرائيل. وفي سنة 1993 اتوفى العجاد واتدفن في مقابر المسلمين بحيفا. وتوفت سعاد زكي في سنة 2005 واتدفنت في مقبرة يهودية في دائرة الكرمل، وخلصت حكايتها.